السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي. اليوم فيديو جديد. خلال زيارتي للعراق مشينا المطعم زرزور، واذا صح القول غنقول لكم احدى مطاعم زرزور، لان صاحب هذا المطعم هذا عنده سلسله من المطاعم، وهذا المطعم اللي مشيت ليه هو المطعم الرئيسي اللي كاين في المنصور ببغداد. كيف ما كتشوفوا هنايا هادو غير المقبلات الا كليتيها صافي غادي تشبعي، ما غاديش تحتاجي تاكلي الاكل الرئيسي. المهم انا حاولت هنايا ما نبداش، بقيت كنتسنى حتى جابوا لينا الاطباق الرئيسيه. كيف ما كتشوفوا هذا هو المطعم، نخليكم تشوفوا هنايا ليا الخروف. اللي ما كيعرفش ليا غادي نخلي لكم الصوره ديال الخروف باش تعرفوها. هو هاد كيف ما قلت نوع من الشحم اللي كيكون عند الخروف. كيف ما كتشوفوا هاد اللي هي اللي كيعجنوها، حنا كنقولوا مثلا الكفته كباب، هي اللي كتخليها تجي لذيذه وما كتشبعيش منه. هنايا هذا هو صاحب المطعم. الديكور ديال المطعم كما كتشوفوا جد قديم، يعني لاعبين على انتيكات ورائع. وعنده الطابق السفلي والطابق العلوي. الطابق مثلا السفلي فيه قاعة كبيرة والجانب الآخر فيه قاعة أخرى، يعني هما كيلعبوا على قاعة ديال العائلات كيف ما كنقولوا حنايا، الرجال. هنا بعد ما جابوا لينا المقبلات كيخليو لينا الطبق الرئيسي اللي طلبت انايا، هي الضلمه هي خضر محشيه بالرز وبالكفته، وبالجانب ديالها جابوا لي اللحم قوزي. وطلبت ايضا الرز وطلبت الكباب. وهنايا كيخليو لينا الطرشانه وكيخليو لنا الفاصوليا. الطرشانه كيف ما الطبق ديالنا ديال اللحم بالبرقوق، هما كيخليو فيه المشماش وكيخليو فيه القرقاع وتيخليو فيه حتى البرقوق. المهم هاد الطرشانه هذه تقدروا تقلبوا عليها في جوجل وغادي تشوفوها، ولا في يوتيوب. واحد الطبق جد رائع. انا هاد الاكل هذا كله كلته بلا خبز باش ما نشبعش. وبطبيعه الحال خلوا لينا الكباب والتكه اللي هي اللحيمات مع البصله مشويه ومع المطيشه مشويه. شوفوا تبارك الله كل قوزي اللحم كيفاش كيهرب، غير كناخذو كيتبعني. هنايا ايضا جابوا لي اللبن مع الثلج كيف ما كتشوفوا في هذاك الكاس تاع النحاس. يا سلام، الاكل العراقي يا سلام. انا في الحقيقه كيسالي معايا. شوفوا اللحيمات هذه راه الكفته معليه مطحونه وشاوينها. جابوا لي بودنجال، جابوا لي مطيشه شلاضه، جابوا كل شيء منه شويه كيف ما كتشوفوا. تبارك الله وصل عن به. هذا كيف ما قلت لكم مطعم مشهور ومعروف في العراق. هذا المطعم هذا ديال زرزور سنوات وانا كنشوفه في يوتيوب، وفي الاخير جيت زرته. كيف ما كتشوفوا هنا مخلي لي السلطه، ايضا مخلي لي الحمص، مخلي لي لبنيه تقريبا هو اللبن ولا الزبادي شويه قاصح مخلطينه مع النعناع والخيار. شوفوا هنا تبارك الله هذه البصله هذه وعرفتيها. لو تذوقوه عالم اخر. كتمشيو تسافروا حتى العراق وكترجعوا. انت met de vlees? Ja, die vlees. Ja, ik heb al vlees. هذه هي الطرشانه. هي بالحقيقه ما كتكونش كا، ولكن بعد ما طيبوها مزيان صافي شويه تعجنات، ولكن راه المذاق تحفه. انا في الحقيقه ملي خلى لي هذا الاكل كله حرت، ما عرفتش منين نبدا
وشنو نوخر كل كيف ما كتشوفوا في الصحن. راه هذيك الجوز اللي هو القرقاع على قولنا حنايا، وهذه البطاطا طيبه في الصوص ديال مطيشه هي الباذنجان يعني. وهنايا كما قلت لكم راه حمص بطحينه. هذا ما عرفتش شنو هو داك الشيء، والله ما عرفتو في الحقيقه. المهم بحال حنا كنقولوا المغمد، شي حاجه بحال هكا. دايرين سلطه حتى هي. هذه اللي كتشوفوا هنايا مع الخضره الشامبينيون، كلشي مقطع ودايرين كلشي. المهم كعرفتي شنو كيجيبوا لكم الطبله كيعمروها تاكلي تي الجيران. سبحان الله، عرفتي على ذوق على مذاق على اف. هنايا شنو مخلي لك في الطبله؟ مخلين الملحه، مخلين السماك انا ما عرفتوش، تقدروا تقلبوا عليه في الانترنت وغتشوفوه. واحد كتخليه على المشاوي. مخلين هنايا المانغو مخلل، مقطعينه ومخلينه شويه مع فيه شويه الحموضه، خلين جوج. كل حاجه مخلين منها اثنين جوج. هنايا كيف ما كتشوفوا عندنا خل طبيعي. هنايا الكيتشاب حتى هو راه جوج، واحد خداتو بنتي وواحد كاين هنايا. وايضا مخلين زيت الزيتون منه جوج. مخلين دبس الرمان تقدري تخليه فوق السلطه. هذا خل التفاح ايضا مخلين منه جوج. كاين ناس كيبغيو هاد الاشياء يخلوها فوق السلطه ولا فوق الاكل ديالهم. المهم مخلين لك كل شيء اللي كتحتاجيه. وهنايا هذا الصوص هذا ديال المشاوي. وايضا الحار اللي عجبو الشطه حاره حتى هو كيخليها. وهذا عصير الليمون الحامض حتى هو مخلينه. ايوا هنا شوفوا لي الخبز نور حتى هو. هنايا كلنا والسالينا تبارك الله، باقي الخير في الطبله. بعد ما ساليت طلبت اتاي، لان في الحقيقه ما نقدرش من غير اتاي. كلت الشحمه هليه، كلت كلشي جاتني الدوخه. طلبت لهم اتاي ابريق فيه المسخون وابريق فيه اتاي قاصح، يعني كنكب اتاي وكان شويه كنخفو بالماء الطيب. هنايا بعد ما ساليت قلت علاش لا ما ناخذش لكم واحد الدويره في المدخل ديال الريستورانت المطعم. كيف ما كتشوفوا هنايا الا خرجتوا برا كتلقاو هاد كيف ما كنقولوا مجمر كبير مخلين فيه الفحم. كاين تماثيل كبيره. هو هذا كيف ما كتشوفوا زرزور. مطعم تبارك الله فخم كبير بزاف. وكنصح به الناس اللي ما عمرهم ما اكلوا في هذا المطعم يمشيو يزوروا هذا المطعم. وراه كما قلت لكم عنده سلسله ديال المطاعم باسم زرزور. فقط شوفوا في جوجل وشوفوا المدن اللي فيها. المهم انا اللي مشيت لي انا كاين في بغداد.